السلام عليكم، أنا سارة أحمد ودي نكهة عربية. كنا اتكلمنا في تاريخ المطبخ المصري الحلقتين اللي فاتوا عن المطبخ في العصر الفرعوني والمطبخ في العصر اليوناني الروماني، وقلنا ازاي ان بدأ النظام الغذائي في مصر يحصل فيه تنوع بشكل كبير مع دخول المستوطنين اليونانيين لمصر. النهاردة هنتكلم عن المطبخ المصري بعد دخول العرب. بيقال إن الجنود العرب لما دخلوا مصر انبهروا بالتنوع الغذائي اللي موجود فيها وبالمطبخ المصري بشكل عام، وده طبعا لأن هم كانوا بيقارنوه بالمطبخ البدوي البسيط والنظام الغذائي البسيط اللي هم كانوا متعودين عليه. بعد دخول العرب لمصر حكم مصر مجموعة من الدول والخلفاء. بيقال إن مفيش أي مواطن في مصر وقتها، يعني زي ما بيقولوا كده، كان عنده مشكلة إزاي يوفر قوت يومه أو مشكلة إزاي يوفر أكله، ما عدا في فترة المجاعة. يعني مثلا لو اتكلمنا عن أحمد ابن طولون، وهو كان مشهور بتدينه ومشهور بكرمه، كان من ضمن العادات اللي هو متعود يعملها وحريص عليها إن يوميا لازم تتجهز وجبات غذائية في أواني فخارية وتتوزع على العامة. لكن مثلا بالنسبة لحفيده خماروي، الموضوع ما بقاش له علاقة بالكرم قوي، ولكن كان خماروي معروف بالبذخ الشديد، حتى ان الطباخين بتوع الحرملك في عهد خماروي كانوا متعودين ان هم يبيعوا الفائض من الاكل اللي بيطبخوه، لانه كانوا بيطبخوا بكميات كبيرة جدا بيبيعوه قدام القصر الملكي. ومن هنا بدأ المصريين يتعودوا على فكرة ان هم بياكلوا نفس الاكل اللي الحكام بياكلوه، ويتعرفوا على اطباق جديدة تنضاف للمطبخ المصري وتزود تنوعه، وتعودوا كمان على فكرة الأكل السهل والسريع اللي احنا ممكن نشتريه جاهز، ودي كانت فكرة مش معتادة ومش منتشرة. بعد كده بدأ العصر الفاطمي. الفاطميين أسسوا القاهرة، والقاهرة بدأ يجيها وفود من كل البلاد ومن كل الأعراق، وطبعا كل ما بيدخل لك ناس ومستوطنين مختلفين عنك في الثقافة، مختلفين عنك في اللغة، مختلفين عنك في حاجات كتير، ده بيسري مصر بشكل عام في كل المجالات، وطبعا في التنوع الغذائي وفي المطبخ بتاعها. الفاطميين كانوا مشهورين ببذخهم الشديد. فمثلا بالنسبة لو اتكلمنا عن جانب الأكل، كانوا متعودين ان هم يعملوا الأكل ويوزعوه على العامة بكميات كبيرة، بيعملوا احتفالات كتير وبيرصوا أطباق الأكل فوق بعضها لدرجة ان هي ممكن توصل لطول الإنسان. كان عندهم برضو تقليد بيعملوه بالذات في المناسبات الدينية، ان هم يعملوا قصرين من السكر ويحطوهم قدام قصر الحاكم ويزينوهم بتماثيل من السكر. وكنا اتكلمنا عن المعلومة دي في الحلقة بتاعة المولد النبوي لو تفتكروا، لان بيقال ان من هنا جت فكرة عروسة المولد والحصان اللي بيتعمل من السكر في المولد النبوي. وكانوا مهتمين يعملوا مسابقات للأكل، فهم الفاطميين بشكل عام كانوا متميزين ببذخهم في كل جوانب الحياة. لكن عهد الفاطميين جه بعديه عهد الأيوبيين، والأيوبيين كانوا بيتميزوا بتشددهم، وما كانش عاجبهم طبعا الوضع في عصر الفاطميين. بدأ الأيوبيين إن هم يطردوا أشهر طباخات القصر. طيب الطباخات بقى القصر الملكي اللي اتطردوا دول عملوا إيه؟ لاحظوا إن المواطن القاهري والمستوطنين في القاهرة بشكل عام كانوا بدأوا يتعودوا على فكرة الأكل اللي هم بياكلوه سريع، اللي جاهز، اللي بيشتروه من قدام قصر الملك. من هنا فكر الطباخات دول ان هم يفتحوا مطاعم خاصة بيهم في القاهرة، وبدأت فكرة المطاعم تنتشر في القاهرة ويزود اكتر تنوع مصر وتنوع القاهرة في الغذاء وفي المطاعم اللي بتقدم الأطباق المختلفة. فضل الوضع بالشكل ده، ومصر تتميز بتنوعها، وإن بيجيها من جميع الأعراق مستوطنين وزوار يستمتعوا بمعالمها ويستمتعوا بالأطباق اللي موجودة في المطاعم لأشهر الطباخات. إلى أن بدأت الدولة العثمانية. الدولة العثمانية أوكلت أو خلت المماليك هم اللي يكونوا مسؤولين عن جمع الضرائب من المصريين. واضح ان المماليك ما كانوش بيتوصوا يعني، والضرائب ما كانتش كده بما يرضي الله، لا كانت يعني ضرائب كده من اللي هي تقطم الوسط دي. وبدأ استغلال المواطن المصري في الفترة دي، وبدأ الإضمحلال يحصل ببطء في مصر وفي القاهرة.
بشكل عام من أشهر الأطباق بقى اللي انتشرت في الفترة بعد دخول العرب واللي المصريين كانوا معتادين ياكلوها، من أشهر طباخات القصر الملكي عندنا اللبابية. اللبابية دي عبارة عن فراخ بتتقدم مسكرة، وكان في طبق اسمه التفاحية أو يخني اللحم، وده عبارة عن لحم مع تفاح، برضو فكرة الحلو والحادق مع بعض. كان كمان عندنا نهود العذارة، ودي طبق كان حلو، يعني اعتقد ان هو اقرب للغريبة بشكل عام. ومن الاطباق اللي كانت مشهورة البزمة ورد او شطاير اللحم والكشك. الكشك احنا هنعمله مع بعض النهاردة. طبعا في انواع كتير من الكشك، عندنا الكشك الاسكندراني اللي بيبقى لونه احمر شوية وبيتعمل بالجمبري، كشك المز اللي بيتعمل بالرز وساعات بيتقطع فيه فراخ، والكشك الصعيدي. الوصفة اللي احنا هنعملها النهاردة هي الكشك الصعيدي. الوصفة دي قام بتطويرها شيف مصطفى الرفاعي، وطبعا شيف مصطفى قام بتطويرها بالمقادير اللي تتناسب مع الكشك اللي كان المصريين بياكلوه في الوقت ده اللي هو القرن ال14. الوصفة انا هسيبها لكم بالمقادير وطريقة التحضير اللي قام بتطويرها شيف مصطفى في صندوق الوصف، وكمان هحطها بالتفصيل في المدونة اللي لينكها برضو في صندوق الوصف. لكن هعمل معاكم انا النهاردة الكشك الصعيدي اللي بيتاكل في القرن ال21، فهيبقى عندكم الاختيارين. لو حابين تاخدوا تجربة اكل الكشك الصعيدي في القرن ال14 هتكون موجودة عندكم، ولو حابين تجربوا تجربة الكشك الصعيدي في القرن ال21 هنعمله مع بعض. فالنهاردة المطبخ المصري بعد دخول العرب، هنعمل مع بعض الكشك الصعيدي. يلا بينا نبدأ، بسم الله. دي كرات الكشك انا جبتها من بيج على الصعيد، هما ليهم فروع كتير في اسكندرية، وبصراحة تعاملهم ذوق جدا وعندهم منتجات مختلفة سواء فلاحي او صعيدي او مرسى مطروح او سيوة. هحط لكم اللينك بتاع على الصعيد في صندوق الوصف. كرات الكشك هنقعها في شوربة مغلية، ويا سلام بقى لو الشوربة دي كانت شوربة بط، لا يعني هيبقى برضو ايه، هتضيف طعم مختلف. الكشك هو عبارة عن قمح متخمر في اللبن الرايب، فلبن الرايب مزز. لو انا بحب الكشك مزز هعمل زي ما انا عملت دلوقتي، بنقعه في كمية قليلة من الشوربة المغلية وبزوده واحدة واحدة، عشان انا هستخدم الكشك كده زي ما هو بالشوربة اللي انا نقعتها فيه. لكن لو انا عايزة اقلل المزازه فانا هنقعه بكميه كبيره من الشوربه المغليه او الميه المغليه، وبعد كده هصفيه ومش هستخدم الشوربه او الميه دي، فبالتالي المزازه هتقل. والكشك بقى منقوع حوالي كده نص ساعه لساعه الا ربع. هجهز باقي المكونات، عندي لبن، عندي زبده ومعلقه زيت من اللي انا هحمر فيهم، اللي انا حمرت فيهم البصل المقرمش، والدقيق ده ممكن احتاجه وممكن ما احتاجوش، ملح، فلفل اسود. لاحظوا ان الشوربه عليها ملح اصلا فمش هنكتر الملح، وثوم مفروم فريش او طازه. قوام الكشك ده زي فكره كده الرز بلبن. في ناس بتحب القوام متماسك ويحسوا بمضغه القمحايه وهم بياكلوها، فهيعملوا قوام سميك زي ما انا عاملاه. في ناس تانية بتحبه لا كريمي وطري ومش حاسين بمضغه القمحيه، فهنزود السوائل سواء اللبن او الشوربه، وبرده نفضل نقلب واحده واحده لحد ما القمحيه تبدا تدوب. خلاص كده عندي الكشك جاهز، وهبدأ ان انا اغرفه في الاطباق وازينه بالبصل المكرمل. مع عيش فلاحي بقى وطبق سلطة وشوية بطاطس محمرة ممكن هتكون وجبة جميلة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. ان شاء الله اشوفكم على خير الحلقة الجاية. هجيب البصل بتاعي سواء بصل احمر او بصل ابيض اللي موجود عندي، وهقطعه جوليان او شرايح بالطريقة دي، وهفصصه من بعضه واحدة واحدة. كل بصلة كبيرة هستخدمها هحتاج ليها معلقة كبيرة من النشا، وبالتالي هتشوفوا كمية البصل اللي انتوا عملتوها وهتاخدوا نص كمية النشا اللي موجودة عندكم، وهتروحوا ضايفينها للبصل وتقلبوه مع بعض كده واحدة واحدة عشان تتأكدوا ان هو متغلف كله بالنشا، وبعدين تضيفوا الكمية الباقية وتقلبوه كده. خلاص البصل جاهز عندي. الزيت هحتاج زيت غزير، والزيت يكون مش سخن قوي. انا فردت كل البصل، طبعا هو حجمه بيقل بعد كده، فانا عارفة ان الكمية دي مش كبيرة على الطاسة، وهسيبه كده مش هحركه خالص 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 لحد ما يوصل للمرحلة دي اللي هي الاطراف نفسها بدأت تاخد اللون الذهبي. هبدأ احركه بقى واحدة واحدة لحد ما كل البصل يبقى واخد لون ذهبي غامق ومقرمش. فهصفيه بقى على المناديل المطبخ اللي عندي، بيبقى مقرمش جدا، وما سيبهوش على المناديل كتير عشان المناديل ما تخليهوش يطرى تاني، وافرده واسيبه بقى
لاخر الوصفه لحد ما يبرد.